يستمر أبو حمزة التونسي المشتق عن تنظيم داعش في سرد قصته للزميلة ريتا إسحاق ضمن لقاء حصري معه. في ثالث تقاريرنا من سلسلة داعش كشف المستور، تحدث أبو حمزة عن استغلال داعش للنساء بعدة طرق، على رأسها الاستغلال الجنسي. تحدث لنا كيف قتل زوجته العراقية بعد أن كشف لها سر رغبته في الانشقاق عن داعش وخشي أن تفشي سره. في النهار جهاد وفي الليل جهاد نكاح، هذا ما فاجأنا به أبو حمزة وهو يتحدث عن النساء بمنظور داعشي، فالنساء كثيرات والجنسيات مختلفة. النساء كانوا يجوا، هو موجود جنسيات مختلفة، أما غادي كان في النهار جهاد، في الليل كان جهاد نكاح. عاش سامحني في الموضوع مرات حساس شوي، لكن إذا كان موجود يعني العدد الكافي كل واحد عنده زوجته، مش موجود كل يوم مع واحد. لكن مثال اليوم تجوزت أبو حمزة ولا أبو يوسف ولا أبو كذا، ما عندكش الحق حتى باش تغزر. غدوة تنجم تتجوز، تنجم لا تنجم تجي واحد اخر. يعني اذا كان موجود برشا معناها فما العدد الكافي خاطر يموتوا منهم برشا، خاطر في النهار مقاتلين قناصه يا اخي، هما النساء بالذات حاطينهم قناصه. وفي الليل جهاد نكاح، والجنسيات كانت مختلفه. كانت فما جزيري توانسه مغاربه، فما من موريتانيا، خاصه موريتانيا فما برشا، فما سعوديات، ليبيا برشا. اليوم زوجها وغدا آخر، خشي أن تشي به عندما أخبرها بنيته الهرب من داعش فقتلها. إذن رحلة أبي حمزة التونسي في داعش بدأت تفاصيلها في العنف تزداد يوما بعد يوم. دعونا نسمع قصة أبي حمزة مع زوجته العراقية في التنظيم. كنت عندي امرأة عراقية في الفترة الأخرانية ذي اللي قتلتها. لماذا؟ حكيت لها سر، وكنت وقت جيت مروح، حكيت لها الليلي باش نروح، خمم نلوج على خطة باش نروح. وغدوة كيف فقت لقيت روحي حدثتها، خاطر ما فماش ثقة، ما يهمتهاش فيك رجلها مش رجلها، مع فما كيما انت اليوم رجلها تكون غدوة. الصباح كي خاطر متكيف، وقت اللي حدثتها انا متكيف. الصباح فقت قالت لي اخي بالحق البارح قالت لي باش نروح، انا فقت اللي انا قلت لها على سر، وهي بالطبيعه خارجه للجهاد، فقتني قتلت باش ما تعودش حديثي. انا مخطط لها الحكايه تاعي، خططت لها من قبل ما من اللي فقت وعرفت اللي انا حدثتها، حضرت لها برنامج، خاطر عارف باش يسالوني وين لو كان قتلتها بحذايا باش بالطبيعه باش يعرف. لكن قتلتها في مكان غير المكان اللي احنا فيه، وفي اتجاه غير الاتجاه اللي متعودين. دهم، سرقة، قتل، اغتصاب فقتل، هذه هي شريعة داعش، أو هكذا يوجهون في أي معركة. هكذا أخبرنا أبو حمزة التونسي. فمسلسل النساء في التنظيم لم ينتهي عند رغبتهن في الانضمام، ولكن نهج داعش المبني على السلب والسرقة برز أيضا في سلب النساء عذريتهن. في المداهمات، مش أوامر، في المداهمات هكا بروحهم، مداهمات يمشوا المزارع يمشوا كذا، في نساء في اغتصابات. في القتل أختي الفلة، ما أيا كان يمشي قدامك حي، أطفال كبار صغار امرأة رجل، ما يستعرفش بيه. الاغتصاب ليس موجود فيه، إيه صار. وحضرت اغتصبت أنت؟ إيه. كم وحدة؟ والله مش عارف، مرتين ثلاثة حاجة كيما هكا، مش برشا، مش خاطر مش ديما نمشي في مش ديما مداهمات.
مش ديما نخرج مداهمات، يعني تخطيط، تضيف سلاح، توجيه فقط. والنساء اللي كنتوا تغتصبوهم شو تساووا فيهم؟ قتل بعد اغتصاب قتل. انتهاكات صادمة وكسر لكل معايير الإنسانية. هذه هي المرأة في عرف داعش. أبو حمزة الذي فصل لنا كيف تعيش المرأة في التنظيم سيكشف لنا أيضا عن أحداث دموية ومؤلمة مر بها وكان شاهدا عليها، سيخبرنا بها في تقاريرنا التالية. تابعونا.